لماذا يعطي الله عز وجل الكافر رغم ما فعل؟ هذا سؤال يطرحه كثير من الناس، يقولون فلان فاسق كافر، الله عز وجل يمد له في النعيم مدا ويصب عليه الخير صبا. ما رأيك أن يجيبك القرآن؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هل وصلك الجواب؟ فلما نسوا ما ذكروا به انشغلوا بالدنيا، رضوا بها، لم يجعلوا الآخرة في حساباتهم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال ابن عباس: كلما أحدثوا ذنبا كلما جددنا لهم نعمة. أبواب كل شيء، أموال، أولاد، قصور، سيارات، عمارات، حتى إذا فرحوا بما أوتوا اغتر بدنياه أخذناهم بغتة، والموت قادم لا محالة. والله العظيم ما دام أن النعيم سيفنى إنه لفي خسران مبين. كم سيتمتع في هذا المال؟ أفرأيت إن متعناهم سنين 100 200 ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الله عز وجل يقول لك، يجيبك: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.